كثير من الناس يحلف مرة ومرتين وثلاث، وفي كل مرة يحنث ولا يكفر، يعني يخالف ما حلف عليه ولا يكفر. بعد المرة الثالثة قرر أن يكفر، فهل تجب عليه 3 كفارات أو تكفيه كفارة واحدة؟ الجواب: إذا كان حلف في الأيمان الثلاث على شيء واحد ولم يكفر بينها فتكفيه كفارة واحدة. مثلا قال: والله لا أكتب بهذا القلم، ثم خالف وكتب، ثم حلف ثانية: والله لا أكتب بهذا القلم، ثم خالف وكتب، ثم الثالثة كذلك، ثم أراد أن يكفر فيكفر كفارة واحدة. وهذا قول ابن عمر وجماعة من السلف، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه وأورده ابن قدامة في المغني. أما إذا كانت الأيمان على أجناس مختلفة فتجب عليها الكفارة بعدد هذه الأيمان التي حنث فيها. فمثلا قال: والله لا أصومن هذا اليوم، ولم يصم. وقال: والله لا أدخل هذا البيت، ودخل. وقال أيضا: والله لا ألبس هذا الثوب، ولبسه. فهنا 3 أيمان من أجناس مختلفة، ففي هذه الحالة تجب عليه 3 كفارات، وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني. وقد يسأل سائل ويقول: ما هي الكفارة؟ كفارة اليمين تحدثت عنها في مقطع سابق، يمكنك البحث عنه ولا أريد الإطالة بذكرها الآن.